فيديو النهارده هنتفرج على مجموعة زغاليل يمام ماسي. هما زي ما حضراتكم شايفين كده سنهم كبير شوية، متدلعين، انا مدلعهم، بس هنتفرج عليهم النهارده وانا بزقهم بخلطة الميكس اللي انا عاملها لهم. الخلطة دي انا قعدت فيها سنين عشان اقدر اظبط التركيبة بتاعتها، لان اليمام الماسي زقه صعب جدا وتركيبة الميكس بتاعته مش سهلة، لازم تكون متكونة من عناصر معينة عشان يقدر يستقبلها في حصلته ويهضمها وما تعملش عفونة أو بكتيريا ويموت. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا بدأت بأول زغلول، وهبدأ بالزغاليل كلها مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين كده أنا بمسك الزغلول، هي الزغاليل واخدة عليا. اليمام الماسي طبعا طبعه مش كده خالص، طبعه عصبي، مش من الطيور اللي سهل أي حد يقدر يزقها او تاخد على صاحبها او تاخد على اللي بيربيها بسهولة. زي ما حضراتكم شايفين واخدة عليا جدا، لان الزغاليل دي انا تقريبا مأكلها، هي اعمار مختلفة. بزق حاجات من عمر يوم، بل من عمر ساعات، يعني ممكن يكون عمره ساعة او ساعتين وازقه. بصوا كده حضراتكم الزغلول ده كريستال، انا مسميه كريستال، بيجري عليا طبعا عشان ياكل. هو ليه اخ شبهه بالظبط، دي طفرة من طفرات اليمام الماسي. الطفرة دي اسمها كريم باستل، وفي اخر الفيديو هوريكم الطفرة دي نتفرج عليها اكتر. ده زغلول برضو تاني من زغاليل اليمام الماسي اللي المفروض تكون اتفطمت. زي ما قلت لحضراتكم هم واخدين عليا شوية وحابين موضوع التأكيل. بصوا كده الزغلول ده بسم الله ما شاء الله، ده انا مدربه، اول لما بيشوفني بينزل على طول او بيطير. انا هينزل دلوقتي على الترابيزه عشان اكله، هو بيطير عليا اول لما بيشوفني من العين عشان اكله. سبحان الله، يعني بسم الله ما شاء الله، حاجه غايه في الجمال وفي الروعه ان حضرتك تكون مربي طير تتولاه في كل شيء، حتى في ان انت تاكله ويكبر على ايدك وينتج. دي حاجه في قمه الجمال وفي قمه الروعه. زي ما حضراتكم شايفين انا كده زقيت تقريبا اغلب الزغاليل، بس لسه في طبعا كام زغلول لسه برضو هتعامل معاهم. ده كان زغلول انا قلبته عشان تشوفوه، اتعور في صدره من السلك بتاع الباب، بس الحمد لله هو دلوقتي سليم وخف وبياكل عادي، ما فيهوش اي مشكله، والجرح بتاعه يخف وهيبقى كويس. ده زغلول احمر عادي جدا، زي ما حضراتكم شايفين بيجي لي او بينزل عادي بكل سهوله، مفيش اي عصبيه، مفيش اي توتر. حتى لو طار مني مثلا جنب القفص او جنب التاكيل بقدر اجيبه تاني بسهوله، عكس طبعا سلوك اليمام الماسي. زي ما قلت لحضراتكم عصبي وبيخاف من اي حد ونفري شويه، لان هو اصلا في الاصل طيل بري حساس، بيخاف من اي حركه. وفي معلومه عايز اقولها لحضراتكم عن اليمام الماسي، نظره ضعيف. الطفرات بيبقى نظرها ضعيف اكتر، كل ما الطفره زادت يعني بمعنى صح بيضت، النظر بتاعها بيقل. انا دلوقتي كملت كل تاكيل الزغاليل، وزي ما حضراتكم شايفين كده قمه الهدوء وقمة الجمال. ده الفرد كريستال اللي انا قلت لحضراتكم عليه، ودي طفرة كريم باستل، ودي لون العين بتبقى ليزر. دي طفرة نادرة جدا، الوحيدة اللي شبه الطفرة دي في لون العين هو اليمام الالبينو الماسي الالبينو، تقريبا نفس لون العين دي، بس الجسم بيختلف، ده كريم باستل على كريم، لكن لون الجسم والعشور كلها ابيض. انا بوري لحضراتكم طبعا طفرات بالعيون. الزغلول ده زغلول خوخي، وزي ما حضراتكم شايفين بوريكم اللون والعين. طبعا دي العين بتبقى ياقوتي مش حمراء او بكمه. ده زغلول بيرلين سنو وايت، والعين برضو ما بتبقاش حمراء، بتبقى لون العين كبدي او ياقوتي، ولما بيكبر طبعا لون الجسم بيتغير. اتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ما تنسوش اللايك والشير وتدعموا القناه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.